المجتمع يقتنع ان في قاطره اسمها قاطره تنميه لا يقودها هو النقل البحري. طب اسمح لي ناخد مداخله هاتفيه من القبطان محمد سليمان الامين العام الرابطه البحريه البخاريه البحريه التجاريه للاصلاح والتنميه. قبطان محمد، اولا بعد التحيه، يعني ما هي رؤيتك لواقع الاقتصاد البحري في مصر؟ اولا بس انا كان ليا تعديل صغير على المقدمه، كان هي رابطه البحريه التجاريه للاصلاح والتغيير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا برحب بالساده الحضور وبأيد كلامهم طبعا 100%، لان من الضروري اعاده هيكله القوانين بالنسبه للعماله البحريه وبالنسبه للمواني، لان احنا مواني عندنا في مصر للاسف في القائمه السوداء نتيجه عدم تجهيزها طبقا للمتطلبات الدوليه. دي حاجه. تاني حاجه ان الاسطول الوطني المملوك لشعب مصر تم تصفيته، وده احد اعمده الاقتصاد القومي لمصر، وبالاضافه للعماله البحريه المصريه اللي تم تهميشها، واللي هي ممكن برضو تبقى من احد الاعمده الاقتصاد القومي المصري، لان زي ما عملت قبل كده الدول زي ما تفضل الدكتور محمد وقال الفلبين وغيرها، فان هي ممكن تدخل دخل قومي مصر بمليارات الدولارات سنويا، زي قناه السويس اللي هي كانت بديل قبل كده عن الاقتراض. طب قبطان محمد، يعني من الواضح ان انتم عاملين رابطه يعني شايف انها بتدعو الى الاصلاح والتغيير في المجال البحري بالضبط. يعني لماذا يبدو الصوت غير مسموع؟ لان احنا عدد البحاره التجاريين، البحريه التجاريه عموما في مصر ممكن عشان هم اقليه نسبيا يعني بالنسبه لبقيه العماله، فممكن دوت مخلي ان هو المسؤولين، احنا نادينا قبل كده، بعتنا قبل كده لرئاسه الجمهوريه باسم رابطه البحريه التجاريه للاصلاح والتغيير، طلبنا ان احنا نقابل سياده الرئيس الدكتور محمد مرسي، وتقدمنا باقتراح لعمل وزاره للنقل البحري. فهي اصلا كانت في وزاره قبل كده وبعد كده تم اقصاء الوزاره، فاحنا عايزين ان هي ترجع تاني عشان ترجع مصر زي ما كانت قبل كده. كان عندنا اكتر من 200 سفينه بتجوب العالم كله، وعندنا كوادر بحريه، وعندنا اكبر اكاديميه في الشرق الاوسط، وعندنا البحر الابيض والبحر المتوسط والبحر الاحمر، عندنا قناه السويس، عندنا المواني. فاضل بس شويه تشريعات وحد يقود زي ما الدكتور محمد قال ان هي تبقى تحت مظله الوزاره. القبطان محمد سليمان، شكرا لك. أعود دكتور محمد، يعني في اتفاق واضح على غياب الإصلاح التشريعي وغياب رؤية الاستراتيجية. ما هو حضرتك ما فيش رؤية خالص، غائبة يعني هي ما فيش رؤية خالص، وهذا القطاع زي ما بقول لحضرتك مهمش من 60 سنة.